الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون، كان رسولنا صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فقال: سيد الاستغفار أن يقول العبد. اسمع الآن أعظم وأكبر وسيد الاستغفار، وهو أجمل وأبلغ حديث في الاستغفار. قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الحديث يقال في الصباح مرة وفي المساء مرة، وإن قلته أكثر أو في غالب الأوقات فأنت مأجور ومشكور. هذا الحديث والله كنا نقول لبعض طلبة العلم: لو لم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث من الأحاديث لكان دليلا على نبوته صلى الله عليه وسلم. أشهد أنه رسول الله، أشهد أنه نبي من عند الله. اسمع إلى البيان والبلاغة، اسمع إلى التقسيم. في مجتمع ما كان يعرف هذه المفردات، يعني العرب تعرف قصائد، لكن هذه البلاغة وهذا التناسق وهذا العرض العجيب وهذا التركيب الغريب ليس إلا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار، يعني أحسن صيغ الاستغفار، لأن الاستغفار صيغ من استغفر الله، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، ونحو ذلك. لكن أبلغها وأعظمها وأجلها: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني. اسمع الآن، أما قول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني ففي توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. اللهم الألوهية، أنت ربي في توحيد الربوبية، ثم تأتي مضمون الأسماء والصفات سوف يأتي معنا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، وأحسن كلمة يحبها الله وهي أعظم الكلمات لا إله إلا الله، وهي متضمنة هنا. والله يحب أن يمدح في أول الدعاء، ولذلك إذا أتيت تمدح تدعو ربك فامدحه واثني عليه. قال: أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، اعتراف بمنة الله عز وجل على الإنسان بأعظم عمل وبأعظم صفة له سبحانه وتعالى وهي الخلق. وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك. أنا عبدك وأنت ربي وإلهي وخالقي، وأنا على عهدك ووعدك. ما الفرق بين العهد والوعد؟ قال: العهد الذي أخذته على آدم وذريته أن يعبدوك ولا يشركوا بك شيئا، فأنا على ذاك العهد الذي سبق على آدم وعلى ذريته، وهو الميثاق. أنا على عهدك، هذا هو العهد. ولا وعدك، قال: وعدك أنك وعدت من آمن بك وحدك الجنة، فأنا أقوم بالعهد وأطلب منك الوعد. هذا معنى لبعض العلماء. وقيل: على عهدك الذي أخذته على آدم وذريته من التوحيد والإيمان، وعلى وعدك أنك يعني تثيب، وهذا قريب، تثيب المحسن وتعاقب العاصي، فأنا أحسنت بذلك فأطلب منك أن تثيبني أو نحو ذلك، ويندرج في المعنى الأول. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وإنما قال: ما استطعت. الإنسان قد لا يأتي بالعبادة على وجهه، وقد يحصل منه الذنب ويحصل منه التقصير، ومن منا كامل ومن منا معصوم إلا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. قال: ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. ولذلك الذنوب والخطايا الشر ما تتوقعه، وهي أشأم شيء تفعله، فنستعيذ بالله من شر ما صنعنا. قال: أعوذ بك من شر ما صنعت، أي من نتائج المعاصي والذنوب التي اقترفتها أن تأتيني نتائجها الوخيمة وعواقبها المشؤومة أن تقع علي. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أقر واعترف بالنعمة التي منك وبالذنب الذي مني. فمن الله النعمة علينا، ومنا نحن الذنب. وكما في الحديث القدسي عند أحمد في الزهد، يقول الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم، خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكر سواي، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. قال هنا: أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. قال: أقر واعترف بأن النعم من عندك وأن الذنوب من عندي، فالكمال والخير من الله، والنقص والتقصير والذنوب منا. وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يعني تجاوز عني فإنه لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا مهما أخطأ العبد أو ارتكب كبيرة أو أتى بمعصية وعلم أنه لا يغفر الذنب إلا الله، فاستغفر ربه وتاب، غفر له وتاب عليه.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولهذا كان هذا الدعاء هو سيد الاستغفار، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقرأه من كتاب وإنما قاله للناس في المجلس، فصار بهذا التركيب أبلغ حديث في الاستغفار، فهو من حديث الصباح وحديث المساء الذي ينبغي أن تحافظ عليه. وبالمناسبة أيها المؤمنون والمؤمنات، أكثر من تدبر الأذكار والأدعية وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عموما بعد القرآن، يعني تدبر الشريعة. إذا قلتم هذا الحديث فاستحضروا عظمة الله وتدبروا معاني الكلام. اللهم اغفر لي ولإخواني المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم سامحنا وتجاوز عنا واهدنا سبل السلام، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.